واضح انها هتتكركب تاني، وهيرجع الحديث عن نفس الملف اللي شغل الشارع الكروي تقريبا سنة. الملف تقريبا ده هيرجع تاني، والكلام فيه هيطول اكتر. كانت الدنيا هتهدى والناس هتنسى والحياة هتمشي بشكلها الطبيعي. بتكلم عن زيزو. زيزو نفسه هو اللي فتح ابواب جدل، بلاش نقول الكلمة التانية، جدل عنيف. بتصور ان هو صعب انه يعني الناس تبطل الكلام فيه، ده تقديري الشخصي يعني. بالعكس، الملف هيتفتح بشكل كبير جدا، خصوصا بعد الحوار اللي اتكلم فيه زيزو مع ابراهيم فايق. وهنا يعني ابراهيم فايق عمل شغله، راجل سأل اسئلته، اختار توقيت يعني مثير عشان يكون ردود الافعال شديدة. التوقيت كان بالنسبة مش لإذاعة البرنامج بس، ولكن كان لرحلة زيزو لأمريكا وتصويره، الإعلان اللي الناس كلها بتتكلم عنه، ثم يعني الصور اللي تم تداولها على طول تاني يوم بعد انتهاء كاس مصر، اليوم المحدد لسفر زيزو إلى أمريكا. الدنيا اللي كانت هتهدى مش هتهدى. الناس اللي كانت قربت انها تنسى بدأت تفتكر اكتر وتسترجع. الحياة اللي كان ممكن يعني يعود لها الهدوء وتعود لها حالتها الطبيعية هتسخن، وربما تسخن جدا. كتير بيخشوا وانا واحد منهم يعني ان الكلام عن زيزو وملف انتقاله اللي هيتفتح، والتصريحات اللي يعني قالها، وكان كتير منها بتحمل اكتر من جانب فيه تناقضات، هتدي مجال اكبر للقيل والقال. واللي هيزيد بالموضوع ان الزمالك يعني انتهى من اعداد يعني الملف، الردود على كل ما جاء على لسان زيزو، سواء في الحوار او ما قبله او فيما سياتي. وايا كانت ردود الزمالك فيها نفس طريقه الاقناع بالردود على اسئله زيزو او يعني غير كده، لكن الجدل هيبقى رايح جاي. طبعا زيزو يعني اتهم اداره الزمالك انها يعني ما قدرتش حوار المفاوضات بشكل كويس، ألمح لان كان في نوع من التخاذل، اتكلم عن بعض الامور اللي كل الناس عارفاها قبل كده. وبعتقد انه امر طبيعي، زي ابراهيم فايق ما قال ان كل حد جت سيرته هيبقى فيه ردود متاحه لكل من يريد ان يرد. اعتقد نادي الزمالك هيرد. طبعا الكلام في الماضي في قضيه زيزو خلاص بقى مستهلك ومكرر يعني ومفيش فايده منه. زي ما بقول الكلام الكل عارفه كلام الماضي، لكن الجديد هيبقى في اللي جاي. يعني زيزو حاول في حواره مع ابراهيم ان هو يقنع جماهير الزمالك انه كان المخلص الامين حتى اخر يوم، واعتقد ان هو ما نجحش في توصيل هذا الكلام. وحاول يقنع جماهير النادي الاهلي انه هو الصفقه اللي كانت بتحلم بيها هذه الجماهير، ودي صفحه لسه لم تبدا بعد عشان تبقى مسألة الإقناع ماشية بشكل صح. يعني صعب جدا جدا لأي إنسان يعني إن هو يقنع ويعني يثبت سلامة موقفه أمام معسكرين مختلفين، لأن هتلاقي هنا أنصار وهنا أنصار، هنا في جدل، هنا في خلاف، هنا في مناقشات، في ناس بترصد الكلمة وبتفصصها وبتدققها وبتطلع منها بحاجات ممكن اللي بيتكلم ما يكونش واخد باله منها، او اللي بيسمع بتعدي عليه. لكن الناس اللي هي يعني حاطه الموضوع في دماغها بتوصل للحقيقه بشكل كبير. واعتقد ان اللي جاي هيبقى فيه كتير من السخونه من النهارده وانت طالع، لدرجه انه البعض بيخشى انه الكلام عن زيزو
يعني يكون اكتر من كلام عن الكاس العالم للانديه، ودي مساله طالما بتشغل معسكرين كبيرين وجماهير عريضه كبيره، فبالتالي الدنيا هتمشي في السكه دي. وزي ما بقول يعني كان زيزو مثلا بيتكلم عن حبه وعشقه للزمالك، وكان إدارة الزمالك بتعبر عن ارتياحها واطمئنانها إلى إن هي ماشية في سكة إن زيزو هيقعد. زيزو كان بيقول أنا بحب الزمالك، كان الزمالك بيقول أنا عايز زيزو ومتمسك بيه. الحوار الجدل حوالين الجملتين دول بيشير إلى إنه كل طرف كان ماشي في اتجاه، وكل طرف كان عايز يوصل لهدف، خصوصا زيزو. ولما الناس هترجع للكلام ده كله هيلاقي إن زيزو لعبها يعني بالطريقة اللي توصله في النهاية إن هو يمشي بالشكل ده. زي ما بقول كده الكلام عن الحب والكلام عن الرغبة سواء من لاعب أو من نادي، يعني ده ما وصلش لحاجة. الناس كلها وصلت إلى إنه المصلحة هي الأهم، والمصلحة هي الفلوس. طب ما كان من الأول، كان من الأول يحسمها زيزو زي ما حسمها أكرم توفيق. أكرم توفيق اللي مشي باحترامه. وشكرا لحضرتك.